روزي. النهاردة الفلوج هيكون مختلف. النهاردة اخدكم معايا الشغل مع بابا شغال مهندس هنا في قطر. الصراحة هو مكانش راضي ياخدني معاه، بس انا ألحيت وقلت له لازم ياخدني معاه. وافق اخيرا انه ياخدني معاه، فقررت اخدكم معايا في التجربة دي. بقى اول مرة في حياتي اروح مكان زي ده يعني. وهنا يومنا يبدأ الساعة 5:30 الصبح. كنا في العربية في الطريق إلى الشغل. هنا بوريكم الفيو الصبح كان عامل ازاي. هنا كنا في نص المدينة عند مجمع الأبراج الكتير قوي دي اللي أنا بشوفها على طول من ناحية الكورنيش. هو جنب سيتي سنتر بالظبط. يعني المكان ده بالليل حرفيا بيكون حتة تانية خالص. الأبراج اللي بتنور، الإضاءة في الأبراج بجد تحفة. انا اول مره اروح الصبح الصراحه، علشان احنا الصبح معروفه في قطر ما بنخرجش اصلا عشان الحر طبعا. وصلنا الشغل وبابا كان بيفطر هناك اهو، وانا كنت قاعده على المكتب بتاعه قاعده بشوف بقى الدنيا عامله ازاي والاجواء عامله ازاي، وبتفرج على الفيو من فوق عامل ازاي. بجد منظر تحفه خطير بجد. الابراج الصبح حاجه تانية. قعدت بقى الف بالكرسي بتاع بابا والعب لا وكمان لعبت المزرعة السعيدة كمان. هنا انا بوريكم الفيو من فوق عامل ازاي، وفي طبعا ابراج كتيرة تحت الانشاء ولسه بتتعمل ولسه بتتجدد. ونزلنا بقى علشان نجيب حاجة نشربها في الحر ده. كان لسه الشمس بتطلع والجو مش حر قوي يعني. وشفت بقى العمال وهم شغالين في البرج. بجد الموضوع حلو جدا، وتحمست زيادة ان انا بجد لازم اجرب الهندسة بكل انواعها. بجد لازم اجرب التجربة بجد. وده شكل البرج من بره عامل ازاي. البرج طبعا جماعة كبير جدا جدا جدا، مش عارفة كام دور، تقريبا 40 دور او حاجة زي كده. وده فندق لسه تحت الانشاء. كنا عند الكورنيش في طريقنا الى الكافيه علشان خاطر نجيب حاجة نشربها انا وبابا المراكب بقى اللي على الكورنيش اللي دايما بتكون بالليل فيها زحمة وناس كتير. أخيرا وصلنا كوستا كوفي، ده من أشهر الأماكن اللي موجودة في قطر. دخلنا علشان نجيب حاجة نشربها. مكان حلو وهادي كده. أنا كنت محتارة بجد أجيب إيه أشربه. كنت عايزة بوبا تي، بس في الآخر جبت ستروبري ليمونات. وبابا جاب كابتشينو، مش عارفه كابتشينو ولا لاتيه بس مش مهم. قعدت بقى استمتع بالستروبيري بتاعتي. بجد انا بحب الستروبيري جدا جدا جدا. كنت مبسوطه، كانت حلوه جدا، كانت خفيفه. اهم حاجه انها تكون ساقعه وتحس بالانتعاش خصوصا في الحر. يعني انا شفت الحمام، انا روحت عشان خاطر اخد فيديو حلو كويس والحمام بيطير حواليا، بس الحمام من كتر ما هو متعود على الناس ما بيطيرش حرفيا، فالحمام مش بيطير الفيديو اللي انا كنت عايزه اعمله باظ. المهم يعني غيرت خطتي ورجعت علشان البس الفيست والهلمت علشان استعد للمغامره اللي انا هعملها انا اكون خدت كل تجربتي كامله في الهندسه. اهم حاجه السلامه، وان انا اكون لابسه كويس، وبكده احنا نكون جاهزين للتجربه. انا بجد كنت مبسوطه قوي بالاوتفيت. بجد الاوتفيت الهندسه طلع حلو جدا، كيوت، وتصورت بيه كتير طبعا. نزلنا بقى من المكتب في طريقنا الى موقع الشغل. انا قلت لبابا ان انا لازم اجرب المان ليفت، لازم اطلع واشوف البرج والحاجات دي من فوق عامله ازاي. بابا كانش راضي طبعا، بس مهم اللي انا قنعته في الاخر. هنا انا كنت مستعده جدا 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 للتجربه، كنت مبسوطه قوي متحمسه. وبابا هنا كان بيقول للعامل ان هو عايز نطلع لحد فين ونوصل لحد نقطه ايه ونبقى فوق لغايه فين وكده. طلعنا اخيرا. انا كنت مبسوطه، اكيد باين على وشي. طبعا لازم نلبس احزمه الامان 100%. لو تطلع على اي حاجه عاليه لازم تكون مأمن نفسك كويس جدا. وهنا بابا اوريدي هو لبسها لي، وبعد كده هو كان بيلبسها وتأكد كويس ان هي مربوطة كويس. وهنا ابتدينا نطلع بقى فوق. كنا لسه في المستوى الأقل خالص، والدنيا بجد كانت خطيرة. انا مش بخاف من المرتفعات عامة، فبالنسبة لي الجو كان موت تحفة. هنا انا وبابا بناخد سيلفي اللي احنا طلعنا مع بعض فوق على المان ليفت وبجد انا هنا كنت مندمجة مع التصوير، وهنا بابا بيوريكم الارتفاع كان عامل ازاي. كنا وصلنا تقريبا نص الارتفاع، مش اعلى حاجة لسه. وبجد التجربة دي كانت من احلى التجارب اللي انا جربتها في حياتي. بجد اتبسطت بيها جدا جدا جدا. قد ايه انا ما كنتش خايفة، وبجد
ولا كأني كنت في الهوا، عادي بالنسبة لي علشان الحاجات دي أنا بحبها. أنا تقريبا كنت شايفة البلد كلها من فوق، وهنا كنا وصلنا تقريبا ل3/4 الارتفاع. بوريكم واحنا بنطلع من فوق كنا باينين في المراية عاملين ازاي. بجد هنا الأجواء جد تحفة، بجد أنا مبسوطة جدا. وكنا فعلا قربنا خلاص نوصل للأعلى ارتفاع. خلاص احنا بصوا الدنيا كانت خلاص، الكوكب بقى صغير، كنت شايفة كل حاجة من فوق زي ما انتوا شايفين كده. كنا خلاص طلعنا للأعلى مستوى تقريبا، خلاص وصلنا لحمام السباحة اللي هو في أعلى دور تقريبا. وبجد كان المنظر خطير من فوق بجد يا جدعان، بجد اقسم بالله زي ما انتوا شايفين كده كنا شايفين كل حاجة صغيرة. بجد كان احلى حاجة عملتها في حياتي. وخلاص ابتدينا ننزل علشان خلاص انا شفت وخدت التجربة بتاعتي. وانا بوريكم بقى الاوتيل من جوه ده شكله. هاخدكم معايا بجولة سريعة. وهنا كان الدور اللي فيه المطعم بتاع الاوتيل، وهنا بالظبط ده كان مكان الشيف اللي بيعمل منه الاكل، وده كان المخبز اللي بيعمل منه عيش. وهنا ركزوا في التفاصيل يا جدعان، ده معمول من الحديد من الجنزير. بصوا التفاصيل بجد تحفة، معمول رسمة كاملة من الجنزير اللي هو الحديد في بقية المكان. وهنا رسمة البلجيكا في الإزاز تحفة. وهنا بقية الريستوران بجد كان تحفة حلوة جدا. جولة سريعة كده، خدت كذا لقطة من كذا مكان. بصوا التفاصيل بتاعة الفندق بجد يعني تحفة بجد، اقسم بالله انا اول ما خدت اللفة دي كان عجباني موت. الاعداد بجد كانت خطيرة. وده كان دور تاني من بردك الفندق، كان ده تقريبا الدريسنج روم اللي بيحطوا فيها حاجتهم تقريبا للجيم، علشان على طول ده كان الجيم. بجد كمان فيها جيم، والجيم بتاعها فيها كل حاجة. انا صورت هنا وانا كنت بصور نفسي بوريكم الجيم كان عامل ازاي. وطلعت الجولة بردك فوق حمام السباحة اللي انتوا شفتوه وانا لما كنت عامله الليفت. ولسه طبعا البرج طويل وكبير وفي ادوار كتير حاجات كتيرة، بس انا خدت جولة على قد ما اقدر اوريكم حاجات كتير جوه البرج عاملة ازاي. وهنا خلاص خلصت ومروحة. متنسوش اللايك، سبسكرايب اكيد طبعا، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو. وتوقعوا مني ان انا هنزل حاجات مختلفة عن تجاربي انا محدش عملها قبل كده. دي حاجة different يعني هتكون موجودة في فيديوهات عامة. بس كده، باي.